الإنسان العاقل لا يكسر ساعة المنبه لأنها أيقظته، هي هذا دورها. ما أخسر صديقي لأن نبهني، لا ما أخسره، بالعكس. العاقل يشرب الدواء لينتفع ولو كان مرا، ويترك السكر والحلى اللذيذ إذا كان ضارا. العلاقة مع الناس قائمة على العدل والإحسان بس. أقل من العدل الظلم، أن تظلم الناس، وهذا يا ويلك في الدنيا والآخرة. أدنى مراتب المروءة والإنسانية والدين أن تكون عادلا مع الناس. تبغى تصير نوع فاخر، الإحسان. هنا في إشكالية أيضا، لا يدرك الحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعطي العدل بالضبط إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تضطر أن تحسن إلى الآخرين رجاء أن تصيب العدل. يعني أنت تيجي تقول أنا بصير عادل مع هذا الإنسان، ربما بعدلك بمقاييسك أنت أصلا ظلمته، فأنت عشان ما تظلمه تحسن إليه لترجو مقام العدل فقط يعني.